مليون و700 ألف درهم، يشتمل على كل المستلزمات الأساسية لممارسة السباحة في أفضل ظروف التأطير والسلامة: حوض أولمبي وحوضان للأطفال وقاعات متخصصة في العلاجات والطب الرياضي. بهذه المنشأة الجديدة التي تأتي معززة للبنيات الرياضية بمدينة مراكش، مسبح حيلم حميد ينضاف إلى 9 مسابح تتوفر عليها المدينة الحمراء، وتوفر مياه سباحة نقية معقمة تنعش الرغبة في السباحة بواحدة من أشهر الرياضات وأكثرها ممارسة من قبل ساكنة المدينة الحمراء. فقد فتح مسبح النخيل الذي كلف أزيد من 7 ملايين درهم أبوابه في الصيف الماضي في وجه العموم، كما أن مسبحا ثالثا يوجد في طور الإنجاز بحي أزلي باستثمار قدره 13 مليون درهم. خطط ومشاريع رياضية يتوسع نطاقها ونطاق ممارستها لتشمل كافة شرائح المجتمع وتمتد لتشمل كل الجهات، وفي مقدمتها مراكش الحاضرة المتجددة الشغوفة بالرياضة المعبأة بكل ساكنتها لتشجيع أبطالها في كل الرياضات المعتزة أيما اعتزاز، بما يتحقق من إنجازات على يد جلالة الملك حفظه الله تجعل من الرياضات الوطنية رافعة للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي.